لأنه البلد بلشت تتوجه للديمقراطية، وقضايا الحقوق المدنية والحريات عم تنطرح بكل جرأة وين ما كان. وانتم بتعرفوا إذا استمر الوضع بهذا الاتجاه رح تنهار كل مخططاتنا وأهدافنا، وتعب كل هي السنين بده يضيع. بدي نبهكن على شغلة مهمة، ما لازم تخلوا أي حدا يلاحظ إنه نحن ضعفنا. بدي إياكن فرجوهن العكس. سيدي، قراراتنا ما لها فعالية كبيرة على أرض الواقع، لأنه الإجراءات الديمقراطية اللي عم تتخذها الحكومة عم تضرنا كتير وعم تضعف موقفنا، والصحافة الحرة طغت على صوت صحافتنا وبلشت تحاصرها. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه بتصور إنه بعد فترة قصيرة رح يعرفوا الكل قديش صار موقفنا ضعيف. إذا ما تصرفنا بشكل جدي رح يضيع كل شي عملناه. لهيك لازم نواجه هي الأزمة ونخلي رجالنا هن يلي يستلموا القيادة مرة تانية. الكوادر الموجودة حاليا لازم تتغير. بدنا نزرع حلفاء إلنا ونوزعهم بأهم المراكز الحساسة بالبلد لينشروا أفكارنا، وأهم نقطة إنه نستغل الصحافة لصالحنا. سيدي، الوضع خطير وهي السياسة ما عاد تنفع، لأنه في كتير ناس بلشت تخاف من المساءلة وما بظن إنه رح توافق تشتغل معنا. لهيك لازم نلاقي طريقة جديدة لحتى ما تغرقنا هالموجة. لما بشوفهم عم يستسلموا بهالسهولة وبيسلموا سلاحهم للحكومة بحس بخيبة أمل كبيرة. معقول يكونوا جبناء لهالدرجة؟ ليش ما عم يقاوموا؟ ليش بيتنازلوا بهالسرعة؟ كل شيء له تمن. لازم يفهموا إنه القضايا الكبيرة بدها تضحية. أنا برأيي في سياسة واحدة ممكن تفيدنا، وهي سياسة فرق تسد. لازم نتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني. الناس لازم تحتج وتطلع كل يوم. لازم نزرع فيهم الخوف ونفهمهم إنه الدولة بلشت تنهار وإنه الرعب بلش ينتشر بكل مكان ولازم يتصرفوا، ووقتها رح ينهار هذا الاستقرار ورح يصير موقفنا قوي ونفهمهم إنه الدولة بلشت تنهار وإنه الرعب بلش ينتشر بكل مكان ولازم يتصرفوا، ووقتها رح ينهار هذا الاستقرار ورح يصير موقفنا قوي ونقدر نتصرف. بدنا نجهز حملات دعائية تشكك بمصداقية الانتخابات اللي رح تصير وتفهم الناس انه هي النتائج ما بتمثل رأي الشعب الحقيقي. لهيك لازم نحرك كل التكتلات بالمجتمع وخاصة الجهات المعارضة. وانا بقترح شغلة تانية، برأيي كل مناسبة للتنظيم مثل يوم المرأة ويوم تأسيس التنظيم وغيرها من المناسبات لازم نحرض الناس ونزيد وتيرة الشغب ونخلي المنطقة مو بس البلد عنا تغلي غلي. نحن عم نعتمد على سياسة الاغتيالات وعم نستغل دائما الجهات المعارضة بالبلد. لهيك خلونا نوزع أفكار توحي للشعب إنه الحكومة عم تستغله. رجالنا يلي بالسلطة خايفين وعم يستسلموا، مع إنه حاولنا ندعمهم بس التغييرات اللي صارت خلتهم يرتعبوا. يعني ما عاد فينا نعتمد عليهم كتير، واللي مخوفني أكتر إنهم يضعفوا ويعترفوا إذا زاد الضغط عليهم أكتر. لهيك لازم نلاقي طريقة جديدة قبل ما تنكشف وراءنا ويعرفوا مين نحن. الوضع خطير يا سادة، عن جد خطير. إذا دققت الحكومة بالدلائل وقتها أكيد رح يكشفونا، بس طالما الناس بتحب المصاري نحن رح نستمر. هاي قاعدة مهمة كتير يا سادة. المشكلة إنكم مو قدرانين تفكروا على المدى البعيد. كل اللي بيهمكن حالياً إنه تضلوا بمراكزكن، يعني طموحكم ما بيتجاوز النساء والشهرة والمال. مشان هيك انتم مرعوبين إنه تنفتح الدفاتر القديمة وتخسروا مراكزكن. هذا اللي هاممكن وهالشي بيضعفنا. طيب فينا نعرف شو هو طموحك؟ أنا عم بعتمد على شيء له أصول تاريخية. نحن بأي مشروع عم نخطط إنه نغير أجيال كاملة بالمجتمع، وهذا سر نجاحنا، بس انتم مو عارفانين تفكروا بهي الطريقة. ما فهمت شو قصدك، فيك توضح لنا أكتر يا ترى؟ هي البلد فيها تنوع طائفي وقومي كبير، وهالشي بيمثل نقطة ضعف وقوة بنفس الوقت، ونحن عم نستغل هالشي لصالحنا. يعني عم نحرك هي النعرات الطائفية مثل خلق الصراع بين الطوائف ونجحنا حاليا انه نخلق صراع بين اكثر الطوائف، وبعد فترة العلمانية والمعادين للعلمانية يعني بنكتب السيناريو اللي بدنا اياه للمنطقة، وعلى هوا السيناريو بنلاقي ممثلين وبنخليهم يمثلوا. وحاليا هدفنا هن رجال الدين.
بدنا نخليهم يزرعوا الأفكار اللي بدنا إياها، ويقنعوا الناس إنه رجال اليسار بالبلد بيمثلوا الكفر، وهدفنا الأساسي هن فئة الناس الوطنيين بالبلد. لازم ننزع صورتهم. هلا هي شغلة مستحيلة. نحن حاولنا كتير بس ما قدرنا نشوه صورتهم أبدا. صرنا 40 سنة عم نحاول على هالشي وما ضلت تهمة ما لزقناها فيهن. واللي صار هو العكس تماما، لأنه الناس كرهتنا، وكل ما مر الوقت أكتر عم يقوى مركزهم أكتر. اتهمناهم بالعنف وإنهم هن عم يستغلوا الجيش، وإنتوا بتعرفوا شو صار وقتها. انكشفت كل هي التهم وانحبسوا رجالنا. نحن ما ضلت وسيلة وما اتبعناها، مع هيك فشلنا. استغلينا كل مشكلة لنحطها بظهرهم. بس اللي صار إنه نحن يلي وقعنا. أنا برأيي إنه عن جد في شيء إلهي بيحمي هدول الناس. لهيك نحن لازم نضربهم من هذا الباب ونشكك فيهم. رجال الدين إلهم مصداقية كبيرة بالمجتمع، وهن اللي رح يشوهوا سمعة هدول الوطنيين، والناس رح يقتنعوا بحكيهم. ومن جهتنا رح ندعم هذا الحكي بحملات دعائية كبيرة، ونعطي إحصائيات تخدم مصالحنا. وأهم نقطة إنه نركز حملاتنا ضد الانفتاح، ورجالنا رح يكونوا منتشرين بكل مكان. يعني هاي الحملة رح تكون على كافة المستويات بالبلد. الشخص يلي عم نعتمد عليه بالسلطة واللي في ناس بتشكك بنزاهته صار لازم يقوي علاقته مع هدول الناس الوطنيين. بدنا نخليه يشتغل معهم ويفهمهم انه هو صار بصفهم، وبس تجي اللحظة المناسبة رح نورطهم معه ونضرب ضربتنا الأخيرة ونطلع نحن من اللعبة.